كلمتين لو عرفت الفرق ما بينهم يمكن يعملوا تغيير رهيب في حياتك وفي خدمتك. عشان كده ما تستعجلش وركز معايا. الكلمتين هما الاجتهاد والجهاد. هل في فرق ما بينهم؟ وده ممكن يأثر على حياتي كلها ازاي؟ الاجتهاد يتعلق بالعمل، الجهاد يتعلق بالمقاومة. الاجتهاد اني ابذل طاقة لتحقيق هدف، لكن الجهاد ابذل الطاقة مع وجود مقاومة او عدو او معوقات. عشان كده اقدر اقول ان كل جهاد يتضمن اجتهاد، لكن مش كل اجتهاد يتضمن جهاد. الطالب اللي بيذاكر بانتظام بيجتهد، لكن لو كان بيحارب الكسل والتشتت والإغراءات أثناء المذاكرة فهو بيجاهد أيضا. الاجتهاد بيركز على المهمة، الجهاد بيركز على المعركة. الاجتهاد بيسأل أعمل إيه؟ الجهاد بيسأل إيه اللي بيمنعني من إني أعمل اللي لازم أعمله؟ الخادم المجتهد حضر الدرس جيد، المجاهد بيحارب الكسل والإحباط والخطية اللي بتحاول منعه من تحقيق مهمته. الاجتهاد مرتبط بالخدمة، الجهاد مرتبط بالحياة كلها. الاجتهاد في الدراسة، في الخدمة، في الصلاة، في الأمانة. أما الجهاد ده بيشمل مقاومة الخطية، محاربة الشهوات، الثبات في الإيمان، احتمال الاضطهاد، الحرب الروحية. عشان كده بولس قال جاهدت الجهاد الحسن، ما قالش اجتهدت الاجتهاد الحسن. ليه؟ لأن حياته كلها كانت معركة روحية مش مجرد نشاط. الاجتهاد ممكن يظهر للناس، أما الجهاد معظمه خفي. الناس بيشوفوا الافتقاد، الاجتماعات، الوعظ، ده اجتهاد ظاهر، لكن مش بيشوفوا حرب الأفكار، مش بيشوفوا مقاومة الكبرياء اللي جوايا، مش بيشوفوا مقاومة النجاسة، مش بيشوفوا الانتصار على اليأس، الصراع في الصلاة. كل ده جهاد خفي. عشان كده ممكن يبدو خادمين متساويين في الاجتهاد، بس واحد فيهم بيعيش جهاد داخلي أعظم بكثير. أخطر شيء هو الاجتهاد بلا جهاد. ممكن الإنسان يجتهد في الخدمة بس مش بيجاهد ضد ضعفات قلبه، فيصير نشيط بس متكبر، مثمر ظاهريا بس فارغ داخليا، ناجح أمام الناس لكنه مهزوم في الخفاء. الفريسيين كانوا مجتهدين جدا بس ما كانوش بيجاهدوا ضد كبريائهم. هل في علاقة بين الجهاد والاجتهاد؟ الجهاد يحفظ القلب، الاجتهاد يثمر الخدمة. إذا اجتهدت بلا جهاد ستخسر نفسك، إذا جاهدت بلا اجتهاد ستعيش حياة روحية جيدة لكن دون تأثير كبير في الآخرين. لكن الخادم الكتابي هو اللي بيجاهد في الخفاء ويجتهد في العلن، يجاهد على ركبتيه ويجتهد بين الناس، يجاهد ضد نفسه ويجتهد لأجل النفوس. بولس جمع بين الأمرين لما قال لأجل ذلك أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل فيه بقوة. كولوسي 1:29. هو بيتعب، ده اجتهاد، بيجاهد معركة. السر مش في قوته الشخصية لكن في قوة الله العاملة فيه. وده من أجمل التعريفات للخادم الحقيقي، خادم يجاهد في الداخل أكثر مما يجتهد في الخارج، لأن قوة خدمته أمام الناس بتتحدد بحجم انتصاراته مع الله في الخفاء. لو تعمقنا أكتر هتلاقي الفرق ما بين الاجتهاد والجهاد مش مجرد فرق في الكلمات، لكن فرق في طبيعة الحياة المسيحية نفسها. الجهاد يتعلق بمن أنت، والاجتهاد يتعلق باللي بتعمله. الاجتهاد بيركز أكتر على العمل الخارجي، كم افتقدت، كم اجتماع حضرت، كم نفس تبعت تلمست. الجهاد يركز على الإنسان الداخلي، هل انتصرت على الكبرياء؟ هل حفظت قلبك؟ هل ثبت في الإيمان؟ هل أخضعت إرادتك للمسيح؟ عشان كده ممكن يكون هناك خادم شديد الاجتهاد لكن ضعيف الجهاد. الجهاد يسبق الاجتهاد. قبل ما يبعث الرب التلاميذ للخدمة كان عليهم الأول ينتصروا على الداخل. لاحظ إن حياة الرب يسوع نفسه 40 يوم في البرية، ده جهاد. ثم بدأ خدمته العلنية، ده اجتهاد. وده بيدينا مبدأ روحي مهم. ايه هو؟ كل خدمة حقيقية هي نتيجة معركة سابقة انتصرت فيها النفس مع الله. اجتماع الناجح قد يراه الناس ساعة واحدة لكن وراه ساعات من الجهاد في الصلاة والتسليم وكسر الذات. الاجتهاد
ممكن يعمله الدافع البشري، أما الجهاد لا. ممكن الإنسان يجتهد لأسباب كتيرة: حب النجاح، إثبات الذات، المنافسة، حب الظهور. كل ده ممكن يكون دافع للاجتهاد، لكن الجهاد الروحي مش هيستمر إلا بدافع محبتي لله. عشان كده أحيانا تلاقي شخص يعمل كتير في الخدمة بس بينهار عندما لا يقدر أو يمدح. ليه؟ لأن اللي كان بيحركه هو الاجتهاد البشري مش الجهاد الروحي. الجهاد هو معركة الصليب. الاجتهاد غالبا بيضيف أشياء لحياتك، لكن الجهاد بينزع أشياء من حياتك. الاجتهاد يخليك تتعلم، الجهاد يخليك تتوب. الاجتهاد يزيد معرفتك، الجهاد يكسر كبريائك. الاجتهاد يبني مواهبك، الجهاد يميت الإنسان العتيق فيك. عشان كده الجهاد غالبا أكتر ألم من الاجتهاد. ليه بولس يتكلم عن الجهاد أكتر من الاجتهاد؟ بولس فهم أن المشكلة الأساسية مش نقص في النشاط، لكن داخل الإنسان توجد مقاومة مستمرة لله. في جسد بيجتهد ضد الروح، في عالم بيجذب القلب، في إبليس بيحارب الإيمان. عشان كده بولس شاف الحياة المسيحية معركة. حتى لما كان بيخدم كان بيستخدم ألفاظ عسكرية ورياضية: جهاد، حرب، مصارعة، سعي، تقدم، سباق. ليه؟ لأن كان شايف أن أكبر عدو للخدمة مش قلة الإمكانيات، لكن قلة الانتصار الداخلي. أخطر أنواع الاجتهاد أن ينجح الإنسان في خدمته بس يخسر معاركه الداخلية، وده اللي حصل مع شمشون. كان قوي في الاجتهاد بس كان مهزوم في الداخل، وكانت النتيجة أن انهياره الداخلي سبق انهياره الخارجي. ودي قاعدة روحية مهمة: الخادم مش بيسقط عندما يفقد اجتهاده، لكن عندما يفقد جهاده. الاجتهاد هو آخر شيء يسقط. إيه اللي بيسقط في الأول؟ القلب، الصلاة، القداسة، الخشوع، مخافة الله. وبعد كده يسقط النشاط والخدمة. العلاقة العميقة ما بين الكلمتين ممكن نشبههم بشجرة. الجهاد هو الجذور، الاجتهاد هو الثمار. لو ركزت على الثمار فقط تبدو الشجرة جميلة فترة قصيرة، لكن لو ضعفت الجذور ستجف الثمار عاجلا أم آجلا. عشان كده السؤال المهم للخادم مش هو هل أنا بخدم كتير، لكن هل أنا أنتصر كثيرا؟ لأن مقدار اللي بنعمله لله مش بيساوي بالضرورة مقدار ما يفعله الله فيا. الخدام العظماء في التاريخ مش بالضرورة كانوا الأكثر نشاط، بل كانوا غالبا الأكثر جهاد في الخفاء. كانت معاركهم مع أنفسهم، مع خطاياهم، مع ضعفهم، مع اليأس أكبر بكثير مما رآه الناس في خدمتهم العلنية. عشان كده ممكن أقول الاجتهاد هو حركة اليدين في الخدمة، لكن الجهاد حركة القلب نحو الله. ولو اجتمعوا الاثنين مع بعض يولد الخادم الذي يثمر كثيرا ويثبت طويلا. أتمنى ليا وليك تكون خادم مجتهد، لكن أتمنى كمان تكون خادم مجاهد في حياتك الروحية، وده يضمن ليا وليك تغيير حقيقي وثمر حقيقي وتأثير ما شفناهوش قبل كده. الرب يبارك حياتك.